اللفظ لأن كل الصحابة ليسوا من أهل اليمن، فسادة الصحابة من المهاجرين قرشيون من مكة، وسادة الأنصار في المدينة أبعد ما يكونون عن اليمن. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يماني؟ والمقصود باليمن تهامة. تعرفون تهامة؟ اللي يعرف جزيرة العرب يمتد من أقصى جزيرة العرب إلى بحر العرب سلسلة جبال، اللي يسموها سلسلة جبال السروات، السرا يعني على امتداد البحر الأحمر سلسلة جبال. المنطقة التي بين الجبال والبحر هذه اسمها تهامة بكسر التاء لا بضم التاء كما يقول العامة. تهامة مو تهامة، تهامة. إلى الآن بهذا الاسم معروف، بهذا الاسم تهامة. فقالوا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام باليمن تهامة، وإذا قصد باليمن تهامة فمكة من تهامة، إذن هو قصد مكة، وقصد السابقين الأولين من المهاجرين عليه الصلاة والسلام. وأيدوا ذلك بالحديث الذي في صحيح مسلم: الإيمان في أهل الحجاز. حديث في صحيح مسلم: الإيمان في أهل الحجاز. قالوا نجمع بين الحديثين فنعرف أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان يمان أي الحجاز، والتي من أظهر بقاعها تهامة. لاحظتم؟